في معرض الكتاب 2023 في الزيارة التانية على التوالي لمعرض الكتاب، فالحمد لله جمعنا خبرة حلوة والله لنشارككم بيها. جايين نقول لكم ان نضحك علينا لتاني مرة على التوالي برضه، فيلا نبدأ. اولا هتشتري تذكرة ب5 جنيه وهتقف في طابور طويل شوية. الموضوع سريع وهتدخل تلاقي كذا قاعة، وطبعا كل قاعة مكتوب جنبها اسماء دار النشر اللي فيها وبالارقام بتاعتها عشان تلاقيها بسهولة. ودلوقتي بقى نشوف الكتب اللي جبناها. من خلال خبرتنا الطويلة طبعا حد هيقول لي ده هما مرتين بس، يعني هقولك ما بحبش حد يقاطعني. الأول دخلنا الهيئة المصرية العامة للكتاب. مثلا السلسلة دي بيتراوح سعر الكتاب فيها من 7 ل18 جنيه، وبقية الكتب أسعارها رمزية جدا. وعامة الدار دي فيها كتب متنوعة ما بين أدب وتاريخ وإسلامي وأدب مسرحي. ومش شرط تبقى رايح طبعا المعرض للكتب بس، ممكن تشوف معارض تانية. نيجي بقى للمركز القومي للترجمة. ده بقى فيه ميزة حلوة جدا، وبيعمل خصومات 50% لفئات معينة، واللي منها الطلبة. وطبعا عندهم كتب في كذا مجال، بس أنا بتجه للتاريخ أكتر. وطبعا لازم نهتم بالأطفال اللي سنهم بين 20 ل30 سنة. نيجي بقى للهيئة العامة لقصور الثقافة، واللي كانت أسعارها برضه كويسة، وفيها كتب متنوعة، روايات وشعر وأدب وتاريخ. والكتاب ده فيه قصص جامدة جدا ممكن نعملها في فيديو. وطبعا مش ناسين إخواتنا الفيمينست. طبعا قلنا نرفه عن نفسنا وندخل في النوت بوكس، فشوفنا شوية أشكال حلوة ومعروف أكيد بتاعتي أنهي فيهم. وهنا بقى تكمن الفكرة، لأننا اتضحك علينا، لأن اللي كان بياخد 3 نوت بوكس بياخد رواية هدية. احنا ما شاء الله علينا حاسبنا على النوت بوكس وعلى الرواية. مرحبا بالكلاونز. نيجي بقى لأشهر حاجة وهي سور الأزبكية. طبعا الأسعار مش مدعمة زي اللي قلناهم قبل كده، ولو بتدور على حاجة معينة في تخصص ما هتبقى غالية. زي الكتاب ده رغم انه مستعمل بس غالي. بس الميزة اللي لازم تذكر انه في سور الأزبكية لو سألت على كتاب معين في أي تخصص هتوصله بسهولة. ودي كانت نهاية الفيديو، ونتقابل السنة الجاية.